كلنا بنعرف إنه عيد النوروز هو احتفال ببداية الربيع وبداية السنة الجديدة عند شعوب كتيرة. بس أنا اليوم جاي أخبركن قصة تانية. القصة بتقول إنه قبل شي 2640 سنة كان في ملك ظالم اسمه الضحاك، وبمثل هذا اليوم يعني 21 آذار قدر حداد اسمه كاوا إنه يتغلب على هذا الملك وينتصر عليه. ولحتى يعلن هذا النصر طلع على قمة جبل وشعل نار كبيرة لحتى يعلن للناس بداية عهد وزمن جديد. وكلمة نوروز معناها بالأصل اليوم الجديد، ومن وقتها صارت النار رمز أساسي بعيد النوروز. وليومنا هذه بيحتفلوا الأكراد بمناطق عديدة بهذا العيد من خلال طقوس مثل شعلة النار والأزياء التقليدية الكردية والرقصات الشعبية. النوروز مو مجرد عيد خاص ببعض الشعوب، هو ذكرى بتعلمنا إنه مهما طال الظلم شعلة الحق قادرة تضوي من جديد. وبسوريا هذا العيد هو جزء من التنوع الثقافي اللي بيضيف للهوية السورية معاني حلوة ومميزة.